عهد وهدي ودين ودين رحيق السعادة حيث الصفاء نسيجه التراحم في كل حين مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. عود كريم إخواننا الكرام بعد هذا الفصل القصير. احنا كنا بنتكلم عن بطولات سيدنا حمزة، النهاردة احنا واقفين مع سيدنا حمزة وبيت سيدنا حمزة. فبنقول ان من بطولات سيدنا حمزة موقفه في بدر، معركة بدر. قلنا ان سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وقال له: يا حمزة، من هذا الذي يركب على الجمل الأحمر بين المشركين ويدور بينهم؟ فقال له: عتبة بن ربيعة. وبين ان عتبة بن ربيعة كان يأمر قومه بأن يرجعوا ويتركوا القتال وبلاش يقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يستمعوا إليه. حتى أبو جهل في المعركة دي لما كان عتبة بن ربيعة بيكلمهم بيقول لهم: لو أطعتوني اليوم لنجوتم. عتبة بن ربيعة من المشركين راكب على الجمل الأحمر عمال ينصح قومه، قال لهم: إني لأرى لو أطعتوني اليوم لنجوتم. فنظر إليه أبو جهل بالعنجهية بتاعته بقى وقال له إيه؟ قال له: انتفخ سحرك. السحر اللي هو يا أخوانا الرئة، وهو يقصد إنك يعني لما شفتهم ارتعبت، لأن الإنسان لما بيشوف موقف بيرعبه أو بيخوفه بينهج، فالرئة بتمتلئ بالهوى، فعايز يقول له يعني أنت خلاص نهجت، خفت من المسلمين. فقال: لتعلمن من الجبان الذي انتفخ سحره، والله إني لأرى رؤوسا كأنها السيوف جاءت تنال منكم اليوم. ما هي إلا لحظات وبدأت المعركة، معركة بدر، بأن خرج ثلاثة وراحوا ينادون، هو عتبة ابن ربيعة. قال: برز عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد، فقالوا: من يبارزنا؟ فخرج فتية من الأنصار، فقال عتبة بن ربيعة: لا نريد أحد من الأنصار، ولكن يبارزنا بنو عمنا اللي هم أهلنا قرشيين، لأنه كان بيعتبروا أن أنا عشان أبارز واحد يعني أنصاري أو ما إلى ذلك وأنا قريشي يعني أنا كده بتدن درجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث. كان عبيدة بن الحارث هو أكبرهم سنا. فلما قاموا بدأت المعركة، فقال عبيدة: قال: من أنتم؟ قالوا: حمزة وعلي وعبيدة. فقالوا عتبة بن ربيعة قالوا: نعم أكفاء نقاتلكم. برز عبيدة ابن الحارث صحابي الجليل رضي الله عنه وكان أسن القوم، برز عتبة بن ربيعة، وحمزة بارز شيبة، وسيدنا علي رضي الله عنه بارز الوليد. حمزة عجل وقضى على صاحبه، وسيدنا علي قضى على صاحبه كذلك. أما عبيدة ابن الحارث وعتبة بن ربيعة فيعني ضرب كل واحد منهما الآخر، ثم أدرك سيدنا علي وحمزة سيدنا عبيدة بن الحارث فأجهزوا على عتبة بن ربيعة. ده أول معركة شهدها من المعارك الكبرى. ليه موقف تاني في بدر، خرج رجل يسمى الأسود بن عبد الأسد المخزومي، كان سيء الخلق، هذا الرجل كان معروف بسوء خلقه، فراح يقسم بصوت جهور في بدر ويقول: أعاهد الله لأشربن من حوض بدر، حوض الماء اللي هو كان وراء المسلمين، أو لأهدمنه أو لأموتن دونه، حاجة من الثلاثة، يشرب من الحوض فتونا، يا أهدمه، يا إما أموت دونه. فما كان من سيدنا حمزة بن عبد المطلب إلا أن خرج له فالتقاه وضربه سيدنا حمزة ضربة قوية أطنت قدمه، قطعت رجليه، وكان الرجل قد اقترب من الحوض فأراد أن يبر قسمه فألقى بنفسه في الحوض ليبر قسمه، فكان سيدنا حمزة أعجل به فقتله في حوض بدر. أول راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين كانت لحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. أحاديث كثيرة جدا ذكرت فضل سيدنا حمزة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أعمام حمزة.
ومنها حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه. وفي رواية حمزة خير الشهداء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل الشهداء عند الله بعد حمزة بن عبد المطلب؟ قيل بلى يا رسول الله. قال رجل أتى أميرا جائرا فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فإن هو لم يقتله لم يجري عليه ذنب ما دام حيا، وإن هو قتله كان من أفضل الشهداء عند الله عز وجل بعد حمزة بن عبد المطلب. هذا الحديث يبين فضل سيدنا حمزة وأنه كان من الشهداء. مقتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب مقتله يحكيه وحشي قاتله، فيقول طبعا وحشي أسلم بعد ذلك ومات مسلما، ولكن يقول وحشي إن حمزة رضي الله عنه قتل طعيم بن عدي، فنظر ابن أخي طعيمة اللي هو جبير بن مطعم بن عدي إن قال لي إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. يقول فلما خرج الناس خرجت معهم إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ رجل من المشركين يسمى سباع، من يبارزني؟ فخرج إليه سيدنا حمزة كأنه أسد قال يا سباع يا ابن أنمار أتحارب الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، كأمس في لحظة قطع رقبته. يقول فكمنت لحمزة تحت صخرة، يقول حتى مر علي فلما دنا مني وكنت حبشيا لا أخطئ ليه الرمي، يقول بالحربة، يقول فلما دنا مني رميته بحربتي ولا أخطئ لأني كنت حبشيا، يعني الأحباش بيجيد الرمي بالحراب، فأوقعتها فيه حتى دخلت بين وركيه فكان ذلك آخر العهد به. ده مقتل سيدنا حمزة. لكن لما قتل سيدنا حمزة حقا الموقف كان شديد جدا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان سيدنا حمزة يعني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، خاصة أنه كان يعني قريب في السن، عمه قريب في السن وأخوه في الرضاعة إلى آخر ذلك. يقول في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد قتل ومثل به في معركة بدر، في معركة أحد اللي قتل فيها سيدنا حمزة. هند بنت عتبة زوج أبي سفيان قبل الإسلام، طبعا هي أسلمت بعد ذلك. هند وكانت معها النساء كن يتتبعن جثث المسلمين اللي يتقتل من المسلمين، يعملوا في إيه؟ يقطعون أذنه ويقطعون أنفه ويبقرون بطنه، كانوا قاعدين يشوهوا في جثث المسلمين، يقطعوا، ده تخصصهم بس، يعني الناس الله السلامة والعافية حقد دفين يخرج على هذا الايه على التصرف والسلوك. يقول لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد قتل ومثل به فلم يرى منظرا كان أوجع لقلبه منه، فقال رحمك الله أي عمي فلقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات. في حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب. سيدنا صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا في هذه المعركة أو في بعد موت سيدنا حمزة بن عبد المطلب. يقول لما قتل سيدنا حمزة صفه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكبر على كل واحد من المسلمين 4 تكبيرات، فصفه النبي صلى الله عليه وسلم وراح يأتي بالقتلى 70 قتيل 70 شهيد في أحد، يضع واحدا تلو الآخر بجوار سيدنا حمزة بن عبد المطلب حتى صلى على سيدنا حمزة ما يقارب 70 مرة بعدد شهداء أحد. فيقول قتل إلى جانب سيدنا حمزة رجل، قتل إلى جانب سيدنا حمزة رجل من الأنصار يقال له سهيل، فجيء بحمزة وقد مثل به. لما علمت صفية أم الزبير بن العوام رضي الله عنها وأرضاها بمقتل أخيها حمزة، يعني الأمر كان جلل بالنسبة لها،
لأنه جلل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت تجري بثوبين لكفنه، جت تجري عشان تكفنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا الزبير بن العوام: دونك المرأة، امنع المرأة، ما تخليهاش تقترب من سيدنا الزبير. ليه مش عايز النبي صلى الله عليه وسلم يخلي سيدة صفية تروح ناحية سيدنا الزبير؟ لأن كان المنظر هول، بطنه مبقورة وكبده ممزقة بأسنان هند، وأنفه مجدوعة، وأذنه مجدوعة مقطوعة، يعني تمثيل كامل بجثته. المنظر شديد شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من الزبير، قال له: الحق أمك صفية، امنعها، ما تخليهاش تصل وتشوف منظر عمك، تشوف منظر خالك حمزة بهذا الوضع. فأسرع سيدنا الزبير بن العوام ليرد أمه. سيدنا صفية كانت شديدة، كان أمرها يعني شديدة، فيها شدة وفيها غلظة. فأتاها الزبير بن العوام فقال: يا أمي، يا أم ارجعي. فقالت: إليك عني لا أم لك، إله أمك تعدمك، ابعد عني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أردك. سيدنا حمزة، سيدنا الزبير بن العوام كان من أبطال قريش، ولكن عند أمه هذا هو هذه تربية الصحابة، لا يرفع صوته عليها. فقال: أنا ما بكلمكيش مني، النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمرني أن أردك. في وسط هذا الغضب وهذا الحزن الشديد وهذه المصيبة وهذه الفجيعة، تمثل أفضل حالات المؤمن، إن وقف عند الحق. مجرد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أردك، قال فانصرفت، وقفت ودفعت إلي الثوبين. قال: فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين سيدنا حمزة وبين سهيل، هو الرجل الأنصاري اللي قتل بجوار سيدنا حمزة، في الثوبين. فخرج، كان واحد منهم كبير، ثوب كبير وثوب آخر قصير، فخرج من نصيب سيدنا حمزة الثوب القصير. فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حمزة وبين سهيل، فأصاب سهيل الثوب الأكبر، فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ثم كفن حمزة ابن عبد المطلب بالثوب الصغير. فكان إذا مده على وجهه خرجت قدماه، وإذا مده على قدميه خرج وجهه. فغطى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ولف على قدميه ليفا وإذخر، الجزء الباقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير البكاء على سيدنا حمزة بن عبد المطلب. أنا عايز أنوه لأمر مهم جدا يا أخوانا، إن سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كان مقتله فجيعة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك: طب النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي هذا البكاء الشديد، يعني إن الله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، إن القلب لا يحزن، إن القلب لا يحزن. ليس في العيب أن تبكي على من مات أو تبكي على المصيبة، لكن العيب، كل العيب أن تخرجك المصيبة عن شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك انظر لموقف سيدة صفية، مجرد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل لها الزبير، وسيدنا الزبير قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أردك، ارجعي. عملت وهي جاية في فجيعتها وبحزنها على أخيها الشباب سيدنا حمزة بن عبد المطلب، ماذا فعلت؟ ما كان منها إلا أن تركت الثوبين وسلمت الأمر لله سبحانه وتعالى، ثم انصرفت راجعة. في المرة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى هنتوقف مع بيت سيدنا حمزة بن عبد المطلب، هنتكلم عن زوجه أو أزواجه وعن أولاده. إلى أن ألقاكم أترككم على خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، أن ينفعنا بما وينفعكم بما سمعتم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيوت الصحابة نعم البيوت، وفاء وعهد وهدي ودين.